أبراجكم دارية لكنها هاوية، أعلامكم سارية وقلوبكم خاوية، أحلامكم دانية وقطوفها عالية، حججكم واهية تصلح للعقول اللاهية، ثماركم حانية وقطافها ريح عاتية، أقوالكم سادية ترقص كل غانية، كتائبكم سائرة لكنها شريدة، تجاراتكم غالية وفي الأسواق بالية. نلتقي بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد من قناتكم مغرب أطلس نيوز مع الشاعر إبراهيم قاسم جنون. أهلا وسهلا بكم من جديد. سيداتي سادتي، قراءة فيما قاله الدكتور منار سليمي مؤخرا من خلال قناته، وقد كان ما صرح به بمثابة أجوبة على بعض الأسئلة الموجهة له من بعض متابعيه، أو كما قال هو، أو لنقل رده على من ينتقدونه وينتقدون أسلوبه وأسلوب بعض اليوتيوبر، وخصوصا من هم يشكلون النخبة المثقفة التي احتلت المواقع هذه الأيام فيما يخص تجاوزات ذاك المخلوق المسمى الشرعي. وكل من انتقد تلك البهرجة والمهرجة التي قابلوه بها وما زالوا، وكذلك إصرارهم على أن يصفوا ما فعلوه أو يفعلونه مع البوكيمون بالطبيعي، ويحاولون إيجاد تبريرات واهية وغير مقبولة على الأقل عند عدد كبير من المغاربة الذين لهم رأي آخر. وأول ملاحظة أيها الدكتور، لقد تعاملت مع كل العقول بمستوى واحد، وربما اختلطت عليك الأمور وتشابهت ووضعت كل الناس في مقياس وفي معيار واحد، كما لو أن كل من قد يسمعك أو قد يتابعك ولو صدفة مثلا قد يأخذ ما قلته بنفس السطحية التي مررت بها تلك المغالطات التي تكلمت بها، وربما تقصد من خلالها تأكيد بل وتبرير دفاعك أنت ومن هم على شاكلتك عن إنسان تجاوز كل الخطوط الحمراء وما زال مصرا على تطاوله ووقاحته. وبهذا أنتم تشرعون وتجيزون التطاول على المغاربة وعلى مقدساتهم وتوابتهم، وإن عدم تعاملكم مع مثل هذه التجاوزات بالحزم المطلوب تعطي إشارات للآخر كي يفعل مثله، وهذه مسألة خطيرة وتحتاج إلى نقاش لا يتسع الوقت لإدراجها هنا. كلامك لم يخل من تلميح خطير لنا، بل اتهامات مبطنة لكنها واضحة، ونعرف أننا نحن المقصودين بها. إنها تلك الأسطوانة المصروخة أو المشروخة والتهمة الجاهزة بالعمالة والتبعية للمخابرات أو لمخابرات الخليط المنوي الفاسد. وقد قلت بالحرف أن كل من انتقدوك، وأنا واحد منهم، تزامن انتقادهم لك مع نفس الفترة الزمنية التي خرجت فيها أبواق المخابرات الفاسدة وانتقدتك. ماذا يعني هذا منكم السيد الدكتور؟ أليس تلميحا واتهاما لنا؟ لا عليك، نتجاوز هذه التهمة الخطيرة، ولو أنها كما قلت خطيرة وتحتاج إلى أشياء لا أريد ذكرها هنا. ربما وأنا أعرف أنك تعرف، وكلكم تعرفون أن مؤسسات الدولة الأمنية تعرف جيدا أنني من أنا ومن أكون، وتعرف ويعرفون أنني وطني وملكي، ولست هنا لكي أقول أو أدافع عن هذا الذي أؤمن به. كما قلت أنني وطني وملكي، وتربيت في بيت على يد أم وأب
كان من خدام سيد صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه أبو الأمة المغربية، وكفى. إنهم يعرفون كل شيء عني، وأنا هنا لست في حاجة إلى الدفاع عن وطنيتي وعن حبي لوطني وملكي. أقول لك فقط سامحك الله وكفى. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. سيداتي سادتي، مرحبا. نشكر لكم دعمكم للقناة، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم. أما حول قولك أن أسعد شرعي شرقي وأنك تريد أن تصل إلى الرأي العام هناك، أسألك، وفي الأخير سأعطيك معلومة. أسألك، هل الشرقيين يعني الأعراب هناك، هل هم لا يعرفون بأن الصحراء مغربية؟ هل يخفى عليهم هذا؟ أين كانوا منذ زمن بعيد وهم يساوون بين من يدافع عن أرضه ووحدته ومن يحاول تقسيم بلد عربي بين قوسين، بلد عربي بين قوسين كما قلت. من حارب المغرب منذ قرون؟ أليس هؤلاء من صنع رأيا عاما يعرف فقط السلبيات عن وطننا الحبيب وعن نسائنا وعن تاريخنا وعن حضارتنا؟ أليس إعلامهم من يحارب المثقفين والفنانين المغاربة وكل ما هو ثقافي ورياضي مغربي؟ أليس هم؟ هل تريد أن تكون فارسا مخترقا لأنانية هؤلاء؟ أنت مخطئ. أما أنكم انتصرتم في رمضان على الشعب الخليط المنوي الفاسد وأفحمتموهم من خلال ظهوركم في قناة هذا التعس، فهذه إهانة لكم وتدل على أنكم لا تثقون في أنفسكم. ألا تقول بأنكم كنتم موجودون وتدافعون عن قضايا وطنكم قبل قدومكم بهذا البوكيمون وفرضه على المغاربة؟ إذن ماذا كنتم تفعلون؟ هل كان فيكم نقص ما واحتجتم إليه كي يعوضه أو يصححه؟ غريبة هذه المسألة، هذه والله العظيم لا غريبة. تدين نفسك من حيث لا تدري. الاستفادة المالية، أنا من وجهة نظري، الله يعاونكم كلكم، هذا الحق ديالكم لا أحد له الحق في مناقشته معكم. أما من أقحم أمك أو العائلة ديالك، لي بارون ديالك، أو يقوم بإقحام أي شخص في خلاف ما قد يقع بينه أو يحدث بينه وبين إنسان آخر، فهذه أنا أعتبرها قلة حياء ووقاحة مرفوضة ولا يمكن قبولها. الوالدين لنا جميعا في افتقار، ووالدينا كلنا تاج فوق رؤوسنا، نقدرهم ونحترمهم ونجلهم. وهذا الإنسان هذا اللي ادعى أو قال بأن الأم ديالك طيابة، لنفرض أنها طيابة، خصها تفتخر وتعتز بأنها خدمات وكبرت ولادها وخرجتهم قارين. لنفرض ولكن الآباء والأمهات ولي بارون ديال الناس خصها تبقى في افتقار، لأنك أنت في مواجهة الشخص، فما دخلك في عائلته وأمه وأبيه. هذا الإنسان هذا اللي تكلم عن الوالدة ديالك فهو حيوان يحتاج إلى تربية. نرجع لموضوع آخر. أما نظرتكم التافهة إلى كل من يرد عليكم بأنه فقط يبحث عن شهرة قناته، هذا دليل على أنكم أنتم تنظرون إلى الأشياء بمنظور الربح والخسارة. والدفاع عن الوطن الدفاع عن الوطن تجرد من كل الماديات. من جهتي أنا أقول لك، قناتي منذ شهرها الثاني وهي تتعرض من الذباب الإلكتروني إلى نقرات غير قانونية. ولعلمكم النقرات الغير القانونية أخطر من السينيال. من الذي يفعل هذا بقناتي؟ كما قلت، وهجوم شرس من كل الجهات التي تريد أن تمنعها من الوصول إلى الناس، مع أنها انطلقت انطلاقة جيدة جدا، خصوصا إن أخذنا بعين الاعتبار أن القناة ديالي ليست ضعيفة المحتوى ولا تافهة، ولا صاحبها كان يعيش على الهامش أو كان نكرة، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. كل
فكل مقومات النجاح كانت موجودة وما زالت موجودة في قناتي، بل بالعكس قناتي علمت الكثيرين كيف يوظفوا المصطلحات وكيف يستعملونها وكيف ينطقونها وكيف يحاورون. فالمصطلحات التي كانت تروج عندهم أعرفها، وكيف تغيرت عندهم بعد خروج قناتي إلى الواجهة. وأعرف مصطلحات الشعراء، المصطلحات ديال الشعراء معروفين، والكتاب معروفين. ما يمكنش يجي شي واحد ما عمره ما كتب حتى حرف مقاد ويجي يعطيك مصطلحات ديال الشعراء وديال الكتاب. مصطلحات ديال الشعراء والحوارات ديالهم معروفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي كانت تروج أعرفها وكيف تغيرت عندهم. وأعرف مصطلحات الشعراء والكتاب كما أنني كان أعرف مصطلحات رجل القانون. رجل القانون عنده مصطلحات ديالو، كما رجل التاريخ عندهم مصطلحات ديالهم، كما رجل الفلسفة، كما رجل يعني أي ميدان عندهم المصطلحات ديالهم. المصطلحات ديال الأدب وديال الأدباء وديال الشعراء معروفة. لكل مكون مصطلحاته، كيف يلقي وكيف يحاور الشاعر لا علاقة لها بالمكونات الأخرى. فبالأحرى، وهنا لا أعمم، حاشا لا أعمم، فبالأحرى هذوك اللي ما عندهم حتى شي مستوى، وأنا هنا أقصد الفئة المتطفلة على اليوتيوب. إن قناتي رغم أنها صغيرة لكنها تعلم الجهلاء وتنمي قدراتهم. وأقول لو كنت أطمح من وراء انتقادكم إلى المتابعات فقط فلتسقط هذه القناة ولتهد على نفسها، وتبا لها إن كنت فقط أريد بها ما يهمكم أنتم. والله ما معمر راسي بدك التخربيق، الحمد لله الله كافيني الكفاف والعفاف. سبحان الله، راه هاد النعمة هذه راه ما كتعطاش لأي واحد، راه القناعة راه ما كتعطاش لأي واحد. أنا الحمد لله لا أطمح إلى تكديس الأموال، وما عمرني ما طمحت هذه المسألة. دائما كندعو الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء خديته من الوالدة ديالي وخديته من القناعات ديال الوالدة ديالي: الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. يا هاد الناس هادو راه ماشي الناس كلهم ماديين، فهموا هذه النقطة هذه. وتعمرون به رؤوسكم، العكس هو الصحيح. أنا لو كان قصدي منها فبالأحرى يعني أنني نربح من هذه القناة أو نجمع الناس، فبالأحرى أنني أن أجاريكم وأحاول التقرب منكم. ألستم أصحاب المواقع والمشاهدات؟ إيوا الفهم يفهم. كان خصني أنني نرفع هذه القناة هذه بداك المفهوم ديالكم نتوما، غنقرب لكم ونبقى نمسح الكابة لكم. ولكن المواضيع اللي أنا كنطرحها واللي كيطرحوها بعض الإخوان والأخوات ما عمرهم ما تطلع عليهم القنوات ديالهم، زائد الهجوم ديال الذباب الإلكتروني. أنا حتى في الصفحة ديالي في الفيسبوك هاجمين لي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الأخير أود أن أوصل لك معلومة حول الشرقيين الأعراب، أقولها ولا أخشى لومة لائم. الأعراب إنهم لا ولن يغيروا نظرتهم السطحية والعلوية لنا نحن المغاربة. هادوك اللي سبقكم أكثر مثال، بل لقد عجنوهم المصيبة. كاين واحد اللي عجنوهم وأصبحوا يدافعون عنهم. أنتم تضيعون وقت الناس وتزيدون الانبطاح شرعية لا غير. وما قلته أو ما قلته مجرد مبررات خاوية. أخبرك بشيء واحد فقط، السيد منار سليمي. ومن هم على شاكلتك؟ سير سيدي المحرك ديال جوجل وستعرف حجم الاستثمارات الخليجية في كل من تركيا وباكستان والهند، ودير واحد المقارنة بسيطة وقارنها مع الاستثمارات ديال الدول الخليج في المملكة المغربية لتعرف الحكاية، دون أن نغفل أموالهم واستثماراتهم في الغرب. إنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ولا يحترمون إلا من يوجعهم ويؤلمهم. هكذا هم. في النهاية أقول لك رأيي فيما قلته أنت سيدي. بالنسبة لي أنت فقط كنت تلقي محاضرة قيمة في معنى الانبطاح وكيف تكون منبطحا، والدرس كان قيما. انتظروا الجزء الثاني من هذا الموضوع إن شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء آخر.